تعرف تحول ازاي اي حاجه لفلوس؟ اتعلم من محمد رمضان. دماغ شغاله 24 ساعه، عباره عن مكنه فلوس متحركه. كل خطوه بيعملها محمد رمضان لازم يكون وراها مكسب مادي، وعلشان كده هو نفسه بيقول اي مجهود بيتعمل لا يترجم لماده انا بعتبره فشل. يعمل مثلا غنوه في اعلان فتنجح وتكسر الدنيا فيبقى نجم حفلات ويعمل اغاني تانية. عربياته الفارهه والغاليه جدا جدا اللي احيانا بتستفزك ده مش مجرد شو منظره. كل الحاجات دي بما فيهم الساعات اللي بيلبسها في ايده برضه جزء من تسويق قيمته وصناعه البراند بتاعه. حتى طريقه لبسه اللي احيانا ما بتعجبش حد. كل الحاجات اللي بيعملها مهما كانت بسيطه كلها مدروسه ومقصوده عشان تخليه البراند نمبر 1. اي ترند او هجوم عليه رمضان لازم يحوله لفرصه. الناس مثلا تفضل تتكلم عنه، هو ينزل اغنيه جديده او يعلن عن مشروع فني جديد في نفس التوقيت. يعني مثلا لما حصلت ازمه الطيار نزل اغنيه بعدها بشويه وقال فيها جمله غريبه جدا: مش بتفتش في المطار، عشان الناس طبعا تربط الحاجات ببعض فتتشاف اكتر فتجيب فلوس اكتر واكتر. واخد بالك انت بالدماغ؟ محمد رمضان بمنتهى الامانه سواء بتحبه او لا لازم تعترف ان دماغه شغاله 24 ساعه، وعارف ازاي يحول كل حاجه بيعملها لماده، وازاي يخلي كل نجاح عباره عن بيزنس. انت بقى شايف ان ذكاء محمد رمضان في استغلال الفرص شيء ايجابي ولا مبالغ فيه؟